النهارده يوم جديد وفيديو جديد. صباح عسل على عيونكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل فيديو جميل قوي ان شاء الله يعجبكم، هيفرح ولادنا كده. يلا بقى، لو لسه ما اشتركتيش خشي بقى اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو حطي لايكات كتيره واعملي شير لاصحابك وحبايبك. ونقول بسم الله. واول حاجه كده انا اشتريت الكوبايات الكرتون ديت من عندي، بتاع البلاستيك اللي هو الاكياس البلاستيك والفويل والحاجات ديت الكوبايات دي بتاعت الشاي، ممكن تجيبي بتاعت القهوة. تعالي كده نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. حطيت في الخلاط هنا كوباية وربع من السكر، حطيت كوباية الا ربع من الزيت، حطيت كمان كوباية لبن. المج دوت كبير يا بنات، حوالي 200 ملي حاجة زي كده او اكتر. حطيت كمان عدد 2 بيضة. تقدري بقى تزودي الكمية براحتك زي ما انت عايزة. انا الصراحة عملت المقدار دوت ورجعت عملتي نص مقدار تاني علشان اكمل باقي الكوبايات بتاعتي. حطيت هنا معلقة كبيرة من الخل، وحطيت كمان رشة من الفانيليا زي ما انت شايفة كده. وهعمل حبة كبات تحفة تحفة. لو عندك انت بقى الكبات بتاعت الكب كيك دي تقدري تعمليها، اللي هي الصواني كب كيك دي، بسم الله ما شاء الله بتاخد مقدار كبير جدا وكبيرة، يعني ما شاء الله تشبع كمان يعني. بس هنا حطيت بقى، ضربت كويس جدا في الخلاط. وبعدين بدأت انزل بقى بكوباية في كوباية في كوباية كده من الدقيق بنفس المج يا بنات، ما تغيروش المج. حطيت اول كوباية ونخلتها، وحطيت كيس كيك شيف ونخلته، وادي تاني كوباية برضو. هنا خد مني كوبايتين دقيق بس. وهبدأ بقى اقلب كل الكلام الجميل دوت. يبقى كوباية وربع من السكر، كوباية لبن، كوباية الا ربع من الزيت، بيضتين، كوبايتين دقيق كيك شيف، وكمان معلقة من الخل ورشة من الفانيليا. ودلوقتي بحط معلقة كبيرة من النشا، تحفة، بتخلي الكيكة هشة وجميلة جدا. جربي ان شاء الله تعجبك. عندك بقى اولاد جيرانك وليكي بقى علاقة معاهم كده وبتكلميهم وكده، فرحيهم، اعملي لهم الكبات القمر ديت وينادي عليهم كده وفرحيهم ووزعها عليهم. بجد كنت مبسوطة جدا جدا وانا عاملة كده، وهم كمان كانوا مبسوطين. ربنا يا رب ما يحرم حد ويرزق كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة، اللهم امين. يا رب يرزق كل مشتاق وبارك في اولادكم يا رب جميعا. هنا بقى بعد ما ضربتي كله كويس، بدأت كده املى بقى نص كده الكوباية، ما مليتهاش قوي علشان لسه هيعلى معايا. دي حوالي كده بتاع كوباية الا ربع، يعني ايه، ممكن تقللي شوية كمان لان هي بسم الله ما شاء الله عالية جدا وملت الكوبايات معانا. هتشوفي في الاخر. تقدري تجيبي كمان الكوبايات الكرتون بتاعت القهوة، هتبقى برضو حجمها حلو على قد الايه الولاد الصغيرين. بس كده، وبدأت بقى اعبي، وكمان رحت عملت نص مقدار تاني. وبرضو فاض معايا كوبايات، يعني فاض برضو معايا كوبايات الصراحة ما عملتش فيها، قلت مش مشكلة قد الولاد الصغيرين. وبعد كده ابقى اعمل تاني للولاد الكبار. بس الحمد لله كله اتراضى وكله خد، الحمد لله رب العالمين. في كام حد كده ما خدش، بس باذن الله ان شاء الله ابقى اعمل لهم مرة كمان. انا كان اهم حاجة عندي الولاد الصغيرين. بس كده، وقفنا بقى نفرقع صواريخ مع بعض بقى وايه، وخربنا الدنيا. حطيتهم هنا في صاج، وكنت مولعه طبعا قبل ما ابدا خالص الفرن على درجه حراره 180 تحت بس. وبعدين هدخلهم بقى الفرن. ده كان الصبح بقى بعد ما صحيت كده، وطبعا صايمه، فكله عاملاها كده ببركه ربنا. هاجي هنا بقى نعمل التوبنج اللي هيتحط على وش الكيكه بتاعتنا القمر دي. معايا كوبايه من اللبن، كوبايه من الميه او الحليب طبعا، عشان في ناس عارفه ان اللبن ده الزبادي. معايا معلقه من الدقيق بتخلي القوام ده تحفه. معايا معلقتين من النشا، بس انا هحط دلوقتي معلقه ونص وهرجع احط نص معلقه تاني. افتكرت ان انا عايزه اخليها قوامها زي الكريم شانتيه او اتقل علشان احطه على الوش. هحط كمان رشه فانيليا، وهحط معلقتين من الكاكاو الخام. يبقى معلقه دقيق، معلقتين نشا، معلقتين كاكاو خام، رشه فانيليا. وكمان لو عندك قهوة سريعة الذوبان تقدري تحطي ربع معلقة. لو عندك قهوة عادية مش محوجة حطي مثلا نص معلقة. انا حطيت نص معلقة، ده النص التاني من النشا. تمام كده، يبقى 2 نشا، واحدة دقيق، 2 كاكاو، ونص معلقة قهوة، هي نص معلقة القهوة. وهتحطي السكر بقى حلي براحتك. انا حطيت 3 معالق سكر، بس الصراحة كانت محتاجة معلقة كمان. بعد الفطار بقى انا دقت كده لقيته محتاج سكر، حطيت لها اي سكر ناعم تاني علشان ما تبقاش بس مررة ولا حاجة.
وتقدري بقى تعملي التوبنج دوت، تحطيه على كيكات، تحطيه في قلب كنافة، تحطيه في قلب جلاش، بجد تحفة جدا. ان شاء الله نعمل كده مرة بيه كنافة تطلع زي القمر. قلبيه بقى كله كده على البارد يا ستي الكل، وارجعي حطيه بقى على النار، وايديكي فيه ما تسيبيش، يعني تفضلي تقلبي كده لحد ما يتقل معاكي. يلا بقى نرفعه على النار ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو وصلت لحد هنا يلا ما تنسيش اللايك بقى وتشتركي في القناه وتنوريني. واهلا وسهلا بكل حبايبي اللي نوروني في القناه، نورتوني وشرفتوني. هنا خلاص بدأ يتقل معايا كده ويبقبق كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ اطفي عليه وخلاص على كده وخلص معايا، بس تبقي موطيه عليه النار علشان ما يتلسعش مني. ده القوام اللي احنا محتاجينه. هبدأ بقى احط عليه معلقه من الزيت، اديله لمعه كده جميله، وبعد كده هغطي وشه عشان ما ينشفش معايا بكيس نايلون. وبعدين هبدأ بقى ازوقه بعد الفطور ان شاء الله. هنا بقى حبيت اوريكم غدانا كان ايه، كان رز اصفر مبهر، وكمان الفراخ ايه الكفته القمر اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض. دي كفته الفراخ بجد تحفه ومسكره وزي العسل، ودي كفته اللحمه اللي بالبرور طعمها حلو جدا جدا. الكفته اللحمه سويتها في الفرن، والفراخ سويتها على البوتاجاز في الطاسه بحته سمنه كده، وبألف هنا وشفا. شايفين الجمال؟ وعملت الطحينه القمر بتاعتنا ديت. هنروح نفطر بقى ونرجع نزوق مع بعض الكيكة بتاعتنا. هنا بقى الكيك بتاعنا طلع من الفرن طبعا من بدري، وكنت مغطياه وسايباه يبرد خالص. انا هنا دلوقتي بعد الفطار طبعا سبته يهدى خالص خالص عشان ما يسيحش ايه الصوص اللي احنا هنحط عليه. شايفين عليته بقت قمر ازاي؟ بجد تحفة جدا. فرحي بقى اولادك كده، لو اخوات جوزك اي ولاد كده فرحيهم واعملي، وفرحي الولاد كده تقدري تعمليها كمان. ولو وحواليكي يعني ولاد ايتام ولا حاجه تقدري تنزلي وتفرقيهم عليهم، هينبسطوا جدا وهيفرحوا باقل حاجه والله العظيم. تقدري بدل التوبينج دوت تحطي كريم شانتيه او كاستر، برضه يبقى حلو قوي. جبت لهم كمان سبرينج كده اللي هي الشوكولاتات الملونه ديت، ورشيت كده. تقدري بقى تزيني براحتك زي ما انت عايزه. انا صراحه كان نفسي اعملها بالكيس الحلواني، بس لقيت البلبله اللي عندي مش موجوده، دورت عليها ما لقيتهاش، فعملته كده وخلاص. وده الفستق الكداب اللي هيروح النار اللي احنا عملناه مع بعض. حطيت منه برضو شويه كده على الوش، وهرجع احط لهم بقى كلهم. يوسف قال لي يا ماما يعني انت هتحطي لحد كريسبي ملون وحد لا لا حط لهم كلهم. فرجعت حطيت لهم كلهم بقى كريسبي كده. ويوسف بقى واقف جنبي يا ماما هاتي كوبايه، قلت له لا 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 مفيش الكلام دوت، لما اديهم هم كلهم الاول وبعد كده انتوا. فضفض ما فضش خلاص. بجد والله العظيم انا كنت مبسوطه والله اليوم ده قوي. وحطيت كمان معالق. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، واقول لك سلام واشوفك على خير.